وهكذا احذروا أيها المسلمون دعوة اليهود والنصارى إلى سفر المرأة بلا محرم، دعوة اي والله بلا محرم، تسافر من دولة إلى دولة، تسافر إلى الحج إلى العمرة بلا محرم. وجد هذا وجاءت التراخيص والقوانين، الله أكبر، هذا لا يجوز، هذا بلاء، هذه وسائل للوقوع في الفاحشة والزنا، هذه وسائل لما لا يحمد عقباه. أين تعظيم الله؟ أين حفظ حدود الله؟ أين العمل بالأدلة من القرآن والسنة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. صارت المرأة تسافر من بلدة إلى بلدة من أجل الطب ومهنة العمل، تسافر من بلدة إلى بلدة من أجل الدراسة وأخذ الشهادة، هذا لا يجوز، هذا من مخططات الغرب اليهود والنصارى، فلنحذر، فلنفهم، فلننتبه.